ببورصة عطرنت يوم دقليونوثا سورييثا ادباش مزويخة بس يقوم دخاء تشرين تريانا شتايث وبرعيوثا دم دبرانوثا قوانيثا مردوثا وأمن سورياي تابعنت الوزير مردوثا بخكمة أقليم كردستان مريزلي خيادة صبر وسايومي سورياي بعراق خا زياخا مردوثانايا قاو رستاق عنكاوة بأربل باها يوم بريشا دخارد أما وشوي وأربعة دآها برسا صبريثا مردوثانيثا تاريخيثا صرتا بنبقتا دسبر زونا قمايا بلشانا سوريايا هاود إيوا سبر زونا زهرير بهرا دن بقلة منياني قمايا بسيقوم دخا تشرين تريانا بشيتد ألبا وثمانيما وأربي وتشا قاو مذيتد أرمي بإيران وهدر أها زياخا منيانا من مشتعلانة ومدبرانة بقغلة مشاخلبة عما رعية وكهنة عيتاثا وريشانة وممثلانة قبة سياساية وشوث آسة رشماية ومطك سياثة دكنوشيم ذينايا وصبرة وقليوناية ويوذاعاية وأكاديماية وكن شارابة من يصيبة بلشانة عم صبروثة ومردوثة قوانايث وسوريايثة ديلانايث وباثر مملد قابلت بشينا لهضيرة وكليتا دقيقة الشتقة على روخاثة السهدد ملثة وخيروثة بكل زونة ودوكا بشلون مقروة خامنيانا من مملة بآها برصة ديوم دقليونوثا سورييثا بوت دورة دقليونوثا بمذينا يوثا ومردوثا وطوران تد كلخا عما وغذا أمتا وكد أني مملة إيواو مملد مدبرانوثا قوانيثا مردوثا وأمن سورياي بيذ ميقرا كلدو رمزي مدبرانا قوانايا شم من دبرانوثا قوانيثا مردوثا وأمن سورياي هم هذا شم دخنواثا كالشيرة قال اتحاد ودباو الكتاب السريان قبل خلوخ مشينا كد اديو كلا جميعي وخلاخا تنزيحو خيومة دي لنايا التيلة تخارت اما وربوش شوي شنة لشت أستت أول سبرزونا للشانة سوريايا هل بد أيوما أتت خكمة دلالات ومعاني كبيرة رابة بالنسبة لك اديو اجت شاتايف كنت شاتا نمزيحو بيوما ليلة بس تدمدخرو اخني ما ويديو اخ عما طالت قليونوثا ينطال صحافة اديو يوما دخديديتون اي يوم اقمت خيرا مسمخلا قامت خكمة قدش أنا نقايد في تلو بقاو بني عمديدا كت صحافة إيوا جزء بش مهم تدكليثي لا تتهاوبا أخني خيرو الزدق أمتناي دعمديدا هل بد أيومك بد خيرا دائما قدو دو دوقت الجانا دناش قبار قماي آنيت مغزيلو دائما مواقف طاوة وخيلانة لا بل شبيخلو دمو زكايا تت ادي يوما تنيثا وميدئتا بعمديدا بيش طالت كل يدوني هل بدأناش قماي بليخلو وانيد منو مطيلو لت بلكي اعدام مطيلو لت موثا وقبيلة لجانو دوخيلة تخاطر التنيثة التنيثة حرطة دائما حيروثة أو الحرية ايوا أساسة بالخانة ديدو مدخرق منه آشر يوسف ويخنموشي من أرمي أكيد بشار حرمي بورتشي قاو ديار بكر
وهم هذا فريدو ناثورايات بيشل إعدام ويدا من الاتحاد السوفيتي وقتها. أني ناشي إلو سهد التنيثة وإلو أن سهد قماي طالت رنيا مرام رخلو إيجت خيروخ الداني مكي بغريشن هم كله أني تضحيات هلبت كله من ديان بيشلوية المدخات أني زونة بيشل قاوي اليانوثا سورييتا بريستا مملد خيادة صبري وسايومي سورياي بعراق بيذم يقرأ روند باولوس ورش خيادة شاتائية حياد الصبر السايوم السرياي مقم عاود أي خطاطة بفرصة نقاقة وشت أستا قليونوتا سرياي تقدميتا بشمد زهريرة بهرة ومن دي بس سيميلة أي تريشن أي زياحة يعني خطاطة إلى مشوتفة بين حياد الصبر السايوم السرياي وبين الدبرانوثا قاوانيتا مردوثة وأمن سرياي أي بالخونة مشوتفة قازوخ دائما بنايدة البيرة بش خيلانة ما تهاو بالخونة بالخوت خشوت آسا ياخا قبت بالغ أي من دي أخني أيلا خمن نيشن أي بالخانة إلى بالخانة مشوتفة تتهاوي لبيرة طيمانة شرايا ايوا تخميرا قليونوتا ميلا انا قايوثت اي سبرزونا يعني اي قليونا قمايا او قليونا قمايا ويبلط قاوت خسكيما دارايا خسكيما سقيلا ايضا امرخ لي سبرزونا من كل جيبانه انها من جيبه يعني اخراج الفني امرخ لي يعني من جيبه مبلغه الشانه وانا قايوث اخرتها قاعد قميصة يا والشان السريايا يبغى لا سواذا يعني مبلغي والي بش لآون بالشانة قاعد يوداعة آون بالشانة بش لقاعد سبرزونا يوك رابع قربة اللي تهونا ورنيا واللي بد ناشي بيمسخو بيزونا أخ دائما يطبخ أمين هاي تخوى يودئته إنه الشان السريايا مبلغه قاعد أمرانه قاعد دير مدرشات تودي ثنائي وقاعد خميسة يا بطل من الديروات ومن أمراني اللي وطربت يوداعي وسبرزوني خلشانة خاثة لا بريل قاوي خثثته ويلو قاوي خش خاثة خاثة تنياثة خاثة بريل خلشانة يمر خنطورنتا قاود بالشانة وقبل بريل خكبة ترقامة هاي كلها عالتيروثة يا وطالب بالشانة بشتي مو بالخقاود سبرزوني يعني مغلياثة هل بدثوا رابع مع مدانوثة ثوالا او اني سبرزوني تطلب بيمثخا وشراي وزهرير بهرة ودلو خر اشتا خعيروثة خا روحة امتانيتا وطب ضد عمديدا بلطلو التيول وهم هذا طب التيول ويرو العمل بريلخة روخانة قاود هونا وقاود تخملتا ولما نشوف اي انسبر زون تطلبوه بيمثل وتلو فيشلو خمو مدرشتا تملبتا اشقال نسايا بلاخة قاود سبرزون خنة انا يوا انا نطلب من اي مدرشتا انا ودهم شتسلو مغلياثا خنة وشتسلو سبرزون خنة انتخلوا خكمة من ديان رابعنا الشمال مثلا اني سبرزون تقريبا قرب ايام الخياوة منها تخرج مثلا القرياثة من آثور قال دشرارة كوخد مدنحة وحديانة آثوراي وآخر ما قلت كليد وردة ورابع تخرج له وخنة مملة تخبرت قليوناية كردستاناية بيذم يقرأ آزاد حمد أمين دوقد تخبرتها تاريخ روزنامه قري سريان كدت سوني لأورمي بخوي تعبير كدان لقضية ملتي آسون سريان تاريخك تاريخ الجليدك بخوي تاريخ ملتك يعني معناته شان ذا
وەک تاریخی کوردستانیش وایە ڕۆژنامەی کوردستانیش عینی لە قاهرە دەچێت بە هەمان جرودا تێپەڕوە تقریباً بەڵام ڕۆژنامەی زەورا کە زۆر جارە من لە ئەدەبیات تەماشا دەکەم من لێرە تەقێکم هەیە ڕۆژنامەی زەورا بەڕاستی زمانی مدحەت پاشای عێراق دروستە بوو عێراق ساڵی 1920 دروست بوو هیچ کاتێک ڕۆژنامەی زەورا ڕۆژنامەی عێراقی نییە ئێرە وڵایەتی مووسڵ بوو ئەوێ مدحەت پاشا بوو ڕۆژنامەکەش ئەسڵ نە بە کوردیە نە بە سوریان نێ بە عەرەبی بە ڕۆژنامەیەکی عەرەبیە لە بەغداد بەڕاستی ئەمەش زەیفی حقیقەتە کە تاریخی ڕۆژنامەی زەورا تاریخی ڕۆژنامەی عێراق ئەسڵ دروستە وآب بشلون قرية برقيات دتهنيثة بأها برسا مقروة بيذمنيانا من مشتعلانة ومدبرانة تشوث آسة ومطك سياثة مشاخلبة ومني تغبرت دقليوناي عراقاية وخويادا قوانايد صبر وكاثو بعراق ومخويانة مشاخلبة ميقرة خينة وباقرتا خريثة داها زياخة بتخارد أما وشوي وأربعة أديوم دقليونوثا سوريثا إيوثغذا خضرة دمشو تبليقاوة كل من طوثانوثة مترابوليطا دكتور مار يوسف توما رش بسقوب دكركوك والسليمانية دعايتا كالديثة بعراق هاود مقرول ملوءة بمخويانا أد نوسايي عم مغلت درنيا مشيخايا بعراق جلسة هذه من زمن هي بالحقيقة ناتج عن الكتابة أنه نكتب حتى نقول فرد شيء ولهذا تجربتي مع الفكر المسيحي ما هي إعلامية بقدر ما هي محاولة أن نقول شيء آخر مختلف خاصة أنه هذه المجلة رافقت شبابي عمري 15 سنة ورافقت تغيرات كبيرة في الكنيسة الكاثوليكية. المجمع الفاتيكاني الثاني ولدت في قلب المجمع سنة 1964. المجمع كان بدأ سنة 62 وانتهى سنة 65. الجنرال ديغول القائد الفرنسي المعروف قال لا يمكن أن لا نهتم بالمجمع الفاتيكاني الثاني لأنه لما يقرر مليار بشر أن يغيرون أسلوب صلاتهم هذا ما هو فرد شيء بسيط. مليار بشر تقريبا ربع سكان الكرة الأرضية. فالفكر المسيحي ولدت في منعطف والمنعطفات قليلة بتاريخ البشرية لكنه هذا المنعطف سنة 64 في العراق وفي العالم المسيحي كان منعطف كبير جدا. وأقدر أقول بأنه تربيت على إيد الرعيل الأول كهنة يسوع الملك كيف قدموا أنه نقبل التغيير في الديانة. هذا التغيير شيء ضروري وما هو ثابت جامد. الكنيسة مبنية على صخرة لكنه هي شفافة، هي بناية بها شبابيك تدخل ضوء تدخل هواء. فالكنيسة في هذا المنعطف اللي استلمته الفكر المسيحي وحاولت أنا بال20 سنة من 95 إلى 2014-2013 حاولت أن أبقي هذه الشعلة أنه ممكن نكون مؤمنين ومثقفين ومتغيرين وقابلين للمستجدات، خاصة أن هذه المستجدات هي ظاهرة من ظواهر أبناء زماننا. وإذا كانت الصحافة السريانية في ولادتها في أرميا هي صحافة ورقية وأنا استمريت على الصحافة الورقية، لكن نعرف اليوم أنه كثير من الصحف مهددة بالإغلاق لأنه الورق قليل يقرون، خاصة العراقيين اللي كانوا أشهر شعب في المنطقة العربية في القراءة. وآب مشو تبلب آها خضرة يوذاعايا يقرأ نسيم صادق اد مقرولة ملوءة بمخويانا اد يوذاعا سوريايا أي كليا من دعثث اد صواثا. اليوم نحن في هذه القاعة مجتمعين للحديث عن الصحافة وعن دورها وكيف تتصدى
الوسائل الإعلامية لتلك القضايا التي تمس واقع وحياتنا اليومية. للأسف الشديد ليست فاجعة بغداد هي الفاجعة الأولى، ويؤسفنا أن نقول ربما لن تكون الأخيرة التي تصيب أبناء شعبنا. فسلسلة المجازر والمذابح والتهجير الذي طال شعبنا كان لابد وأن يكون بمواكبة كل هذه التحديات، والتي أسميها تحديات الوجود، أن يتزامن معها آلية عمل للصحافة ولوسائل إعلامية حديثة لا تقوم بطريقة تقليدية بنقل الحدث أو مواكبته بطريقة روتينية التي نحن نعرفها مع كل خبر احتياطي. نحن أمام هذه الأحداث الجسيمة التي تعرض شعبنا يوما بعد يوم إلى الاندثار وإلى قلة أعداده وانحصاره في مناطق محددة. لا بد وأن نقف وقفة شجاعة ونشخص كل تلك النقاط التي هي نقاط ضعف في مؤسساتنا الإعلامية التي نراها بشكل أو بآخر. وهنا لا أشخص وهنا لا أذكر بالاسم، إنما الحديث هو حديث عام، أن نشخص نقاط الضعف بشكل عام في كل مؤسساتنا التي تجعل منها مكبلة، تجعل منها دائما تتحاشى ذكر التفاصيل والمعلومات الدقيقة التي توصلنا إلى الحقائق التي من خلالها نمارس بشكل صحيح وعملي سلطتنا كصحفيين، ألا وهي السلطة الرابعة. إن كنا بحق نحن ندعو أنفسنا بصحفيين، ولنا السلطة الرابعة في هذا الوطن، ومن خلال الآليات التي نتبعها في الكتابة وفي التعبير من خلال وسائل إعلامية علينا أن نكون أهلا لنكون أصحاب هذه السلطة ونعبر عنها بكل حقيقة وبكل مصداقية. وكاد بشلم دوبرتا ومقروتا اها خضرا بيذ يوذا عيثا ميقارتا جورجينا بهنام حبابا. ومن قم اختمت الزياخة بشلون مقروب اها برسا عطرنتا شو كان قا خامنيانا بريشا من قليوناي ويوذعاي وصبر عوذ باها خقلة آنقايا وكاد مطير اها زياخة الختامة. أكيد اليوم يوم خيوم بسخوته وتكلن أدي ويوم عدد مولاد قليوناروثا وشوداعة طالن بس خبر خيتها زيد بقر وخبو قارا هل التن اليوم قليوناروثا يعني الصحافة وهذا الشوداعة الإعلام، لأنه أكيد كنت أمر قلت لن إعلام قرقاونا خكبة الشتآسي حيلاني أنا دماصي زي بيلي قليونارا القامة يعني دخلي لي دورياتا شضري لي دكان خيني انما يعني اكيد اليوم هل دهلتلن هذا كنت امر قلت لن قليا ناروثا يعني قرق هاوي الخكبه قليوناري خكبه صحفيين ادهاوي شوليهن آوى يعني هو كمهنه اتزالي طاعي وواصي بطر خبره و خبره قرقات باتيلي ويا ولي خق الوخاته يعني تقرق يدي ما ايثن بطر دو قلوه بطر دو خبره والا بهاوي خمدي بزالي قطوس بمرنا انا تخرجوا بلاشط العراق وايران ودخلوا متابعه الاعلام الامريكي شجاعه امريكايه خازته ايوه بليئه بالطريق اسمي بعوى منه ايوه زيابه أطرد العراق القامة كد يولوا الخيلة وخينا الإيران كل أيانك قد ما صيوة شوقيوة بلاشة هر ديارخ من هذا كنت أمر قد يوما داولا شوداعة هاولا الإعلام قرقاولا خكبة شتآسي الآن تقصيل قليوناري وهاولا دارو أرخى الآن ما قبي بلخي وإيكا قبي ماطي ومع الأسف أدمي يوما أخنا لأنه يغني شنوية من دكتة لدكتة لأنه بوارك خكبة بشقلة لا شبيرة ولأنه لتلن خكبة شتآسي هاويل مامونة أدماصي ترسي من قليونارا أو من صبرة هاوي قليونارا إلى يعني أرخت بشمتا أدلاولا أومدي وإتلن الصورة أدهاولا بدعتي تضخم ديانة وإلا هالأدميوما بأمر
لتلن شداعة وأبقى اللي نروث ديا لم طيلة الديش شويوثد أد أمرك لا شويوثد خمريقو عربي مهنية فرصة يوم جليانوثا سورياثا مقروة البرخيات وتنهيات كل بني عمن وقا جليوناي بريشايث وقا كل شتاسة ديوداعة جو أثرة وودر وطلابخ من تيثا مناثا كلهن وهذه بسيمة رابا شتاسة اتحاد الأدباء السريان ومديرية الثقافة السريانية وأقليمة الدوا خوباطة تودلون بداها مناسبة وخمدي رابا سباي ورابا ناجب وهي وخقت كل شيء هرهاوي أميناية الهدقة خوباطة شكرا الأخوة كم عائلة تتحضر مشاركة ذات احتفالية وذكرى مرور 147 عام على صدور أول صحيفة سريانية. هذا يدل على شيء يدل بأن عمق المعنوي والإرث التاريخي لشعبنا وإصرار حضور الكرام على أنهم لا زالوا يستجدون في البقاء في أرض الآباء باذلين كل جهد في سبيل الذكرى التاريخية لكل مناسبة لكل شهيد لكل عبرة من العبر التي يمكن أن تكون أساساً لبقاء وصمود شعبنا في أرض الوطن وأرض السائلين وأرض الآباء والأجداد. فمجدا لكل الشهداء اللي ماتوا وضحوا وقدموا نفسهم شهداء لهذا الوطن ودماءهم ستكون دائما ذكرى لنا لنبعث فينا الروح القومية والإنسانية في البقاء في أرض بلاد الرافدين. وشكرا لحضور الجميع ومشاركتهم الجميلة في هذا المهرجان الذي نسميه مهرجان فعلا لأن كل تجمع لأبناء شعبنا يعتبر تعبير أساسي لمقومات بقائنا في الوطن. باسم مجلس نقابة الصحفي كردستان أهنئ زملائي في الصحافة السريانية بمناسبة ذكرى 174 لولادة جريدة الزهريري بهرة في أورميه. ولادة الصحافة السريانية تعبر عن قضايا الشعب السرياني بشكل عام. هو مثل ما يقول حسين هيكل تاريخ الصحافة هو تاريخ مجمل الحركة السياسية والوطنية. أنا برأيي أنه أمام المشتركات بين الصحافة العربية الكردية السريانية هي مش تقريبا تحديات واحدة. هناك تحديات مهنية نحتاج إلى صحافة حرة. أكثرية الصحافة في العراق تقريبا 99% صحافة حزبية. نحتاج إلى نفس آخر، نحتاج إلى الانسجام مع التطور التكنولوجي القادم الجاي اليوم حتى وصل إلى الذكاء الاصطناعي. هناك ثغرات أيضا بالقانون. نحن أدعو من هذا المنبر الصحفي الزملاء الصحفيين المنابر الإعلامية بالعراق تجنب الخطاب الكراهية. مع الأسف نحن هناك تراجع تقوقع تخاذل اجتماعي بعيدا عن المبادئ التي يعني اتفقنا عليها في الدستور من المواطنة والعدالة والمساواة والعدالة للجميع.